ويلا بينا نعمل العاشورة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. احلى عاشورة بعد بكرة ان شاء الله يوم التلات. العاشورة كل سنة وانتم طيبين، اعملوها جميلة جدا، ودي عادة لازم نعملها كل سنة. حلوة وسهلة وسريعة يعني مغذية، مغذية جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا الشكل ولا اروع. ويلا هنبتدي. معايا نص كيلو غلة، غسلته غسلة حلوة جدا، ما نقعتش حاجة. انا غسلته غسلة حلوة يعني قوي لغاية ما المية بقت شفافة، وحطيته على البوتاجاز وحطيت المية عليه وسبته لغاية ما يغلي كده غلوتين، يطلع الريم بتاعه او الرغاوي بتاعته. هشيلها وهسيبها لغاية ما يستوي حلو قوي. هحط بقى اللبن بتاعي. اللبن ده بسم الله ما شاء الله بخيره كده، وعامل القشطه بتاعته حلوه قوي، مع اني ما حطيتوش في التلاجة، غليته بس بسم الله ما شاء الله حلو. عشان كده انا مش هحط قشطه لاني حلو جدا. هحط كوبايه سكر واحده، وده اختياري براحتك، انت حطي اللي تحطيه، يعني كوبايتين 3 فبراحتك. وهحط باكو كريم جانتيه و2 فانيليا. باكو كريم جانتيه بيديها طعم خرافه. و3 معالق نشا، ومعاهم كوبايه لبن ساقعه. هقلبهم كده مع بعض واروح حطاه. المكونات سهلة جدا وبتديكي طعم حلو جدا جدا، لغاية ما خلاص تهدى كده وخلاص تحسي ان النشا تماسك مع البليلة. فبصوا جميلة خلاص كده غليت وبقت حلوة قوي. هطفي بقى. معايا الطباق بتاعتي او البولات بتاعتي دي، انا شارياها كده جاهزه، قلت اعملهم كده حلوين. فهحط فيهم بقى، ادي بقى جيرانك، ادي حبايبك، زي ما انت عايزه. حاجه كده عاده كل سنه، وربنا ما يقطعها لنا عاده يا رب. حاجه كده جميله والطعم حلو قوي. وهغرف كله وهسيبها تبرد في التلاجة نص ساعة. هحطهم في التلاجة نص ساعة يتشمعوا لي كده. خلاص طلعوا من التلاجة بسم الله ما شاء الله. خلاص اتشمع الوش بقى حكاية. بصوا المنظر جميل جدا. انا محضرة هنا ايس كريم، اللي عايز بقى يحط بولة ايس كريم فانيليا حطي، مش عايزة اعمليه عادي جدا. حطي اللي تحطيه ده بقى فوق الوش. بس بالايس كريم فعلا برضو بيبقى حلو جدا. ومعايا صوص كارمل كده، ده حكاية يعني، انا اللي عاملاه وحطاه في العلبة نفسها، مش يعني مخليه العلبة عندي، كل ما اعمل احطه في العلبة. هبقى انزله لكم ان شاء الله. بس كده. ومعايا بندق كده هحطه فوق الوش. عايزة تحطي زبيب، تحطي سوداني، حطي. انا عملت 2 بس ايس كريم، عشان عندي ما مش كتير بيحبوا الايس كريم فيها يعني. فالايس كريم موجود، اللي عايز بيحط فوقيه، اللي عايز بيحط. انا بقول لكم هنا اللي عايز بيحط. بسم الله ما شاء الله الطعم جميل والسكر مظبوط جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين. ولو وصلتوا لغاية هنا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.